وجابت العيلة وجمعتهم. فيقول دخلت وقلبي يدق بقوة. كانت جدتي طريحة الفراش، ويوم شافت فهد الكبير دخل عليها بكت ومدت يدها وقالت له: تعال تعال، أبي أبوس راسك، أنا أبي أقبل راسك. توك في العزاء حق زوجك ما كنت تبي تخليه يحب راسك، والحين أنت اللي تبي تبوسي راسه. وش العلم يا جماعة؟ فقال لها: يا والده ما يحتاج. قالت: لا، قسم بالله لا أبوس على راسك. وحلفت إلا تسويها. يقول بعدها باست راسه وقالت له: سامحني يا ولادي، ترى أنا ظلمتك. قال: والله سامحتك، والله يحللك ويبيحك، ترى ما أنا والله مسامحك. يقول يوم شفت الموقف رغم إني ما أعرف وش فيه، إلا إنه انفجرت دموعي وأنا ما أدري وش القصة، بس الموقف كان يهض القلب. وبعد ما طلعوا جلست أنا وأبوي وذاك الرجال الكبير وولده. قلت: يا أبوي خلاص، يا أبوي أنت عرفنا منو هذا الرجل. اليوم بكلمك عن قصة حقيقية مؤثرة تبدأ بالحزن وتنتهي بالعفو عن رجل عاش مظلوم 40 سنة كاملة بسبب تهمة باطلة، لكن ربي أظهر براءته قبل وفاة اللي ظلمه. فاليوم بقول لك عن قصة، فقبل لا ندخل فيها حط لي لايك واترك لي التعليق، وإذا مو مشترك اشترك، ويلا نكمل القصة. السلام عليكم، كيف الحال؟ قبل ما نبدأ القصة تخيل معي هالمشهد: مستشفى هادي، صوت الأجهزة، ريحة المطهرات، وجد كبير طايح على السرير الأبيض، والوقت يمشي ببطء كأنه ما يبي يرحم أحد. هذا أيام كانت ثقيلة، كل العائلة تتناوب على جلسته، أحفاد وأبناء على جلسة الجد الكبير اللي قاعد، وكل واحد يحاول يخفف عن الشيخ اللي كان يعيش آخر أيامه. لكن الغريب، في شخص يجي بين فترة وفترة، رجل غريب عن العائلة ما حد يعرفه، يدخل عند الجد، يجلس معه شوي، وبعدها يطلعون اثنينهم والدموع تملأ عيونهم. هذاك يروح والدمع مغرق عيونه، وجدي طايح على السرير ويبكي. يقول فهد راوي القصة، وهذا فهد الصغير حفيد الجد، يقول: والله يا جماعة كنا نحوس من الفضول ونحوس منو هذا؟ ليه جدي يتأثر كل ما شافه؟ سألت عيال عمي عنه ولا أحد يعرفه، حتى أبوي كل ما أسأله يقول: بعدين يا ولدي خلها بوقتها. الأيام تمشي، والجد الله يرحمه توفى بعد 3 شهور من المعاناة في المستشفى، وجاء العزاء، وجاء بعده ذاك الرجال الغامض ومعه اثنين من عياله. يقول يوم شافه أبوي والله يا جماعة كأنه شاف روحه، أحضنه وبكى، ويعني عارف تحس إنهم إخوان. ويقول يوم سلم على عمي كان استقباله بارد، وكأنه بينه وبين الرجال تاريخ ثقيل. العائلة كلها كانت كذا، يعاملون هالرجل معاملة كذا باردة، يعني يعرفونه بس ما يرحبون فيه، يعني كأنه وش اللي جابك، ما نبغاك، حنا ما ودنا نشوفك. يقول هنا الفضول بدأ يا ناس يحرقني حرق، أبي أفهم منو هذا، وش سالفته. ويوم خلص العزاء قال أبوي لي، قال: يا فهد روح شوف الطريق، لأني عمك يبي يدخل عند الحريم، قول لجدتك إني فهد بيجي يعزيها. وهذا الرجل الغامض اسمه فهد، فهد الكبير. يقول فهد رحت دخلت على جدتي وقلت: في شخص اسمه فهد يا جدتي بيجي يعزيكي. فقالت بصوت مليان غضب، قالت: الله لا يحييه والله يقبله، ما بيه ولا بعزاه، وش جابه عندنا. يقول يوم سمعت جدتي تقول كذا تجمدت مكاني، ليه كذا، وش سوى هذا الرجال؟ رجعت لابوي قلت له: ترى جدتي قالت كذا كذا. يقول ابوي تغير وجهه وقال: خلاص يا ولدي اجلس اقعد. فدخل هو عليه، وبعد شوي رجع وقال: تفضل يا فهد، على الرجال الغامض اسمه فهد بعد. فقال: تعال تفضل، حياك انت وعيالك، يا هلا ومرحبا. دخل الرجال وعياله وانا معهم، فهد الصغير اللي هو يحكي القصة. يقول وقلبي يدق، الرجال داخل على جدتي وجدتي ما تبي تشوف وجهه، فعارف اللي حاسس ان في شيء راح يصير. يقول دخلنا، ويوم شافته جدتي فكان استقبالها بارد، قالت له: ايه جزاك الله خير،
الله يعافيك. وبس كذا ولا كلمة زود، حتى يوم حب راسها ما بادلت الحنية. انتهى الموقف، لكن بقى الغموض مثل نار تحت رماد. سنتين تمر وأبوي رافض يفتح لي السالفة، لين جاء ذاك اليوم اللي مرضت فيه جدتي وصارت حالتها صعبة. نادتني وقالت يا فهد تعال بيك. قلت لها نعم يا جدة. قالت خذ هذا الرقم، اتصل بصاحبه وقول له جدتك تبيه، فتبيه يعني انك تجي لعنده. فقلت من هو؟ قالت مالك دخل انت، روح له وقل له. يقول اخذت الرقم ودقيت السلام عليكم. وعليكم السلام، انا فهد بن فلان. قال وعليكم السلام، يا مرحبا بولد اخوي، وشلون الوالد؟ يقول كان صوته حنون ويرحب بحرارة. فقلت له بيجيك في موضوع. قال تعال يا ولدي الله يحييك، يا هلا ومرحب. يقول رحت له، ويوم وصلت والله يا جماعة الرجال ساكن بقصر، بيت كبير وسيارات فخمة واستقبال ما قد شفت مثله، استقبال شيوخ. الرجال وعياله يستقبلوني بابتسامة ومحبة كأني واحد منهم، وهو ما على لسانه إلا كلمة يا ولد أخوي. طبعا كان بين المدينة اللي يسكن فيها هذا الرجال فهد الكبير وبين فهد الصغير مسافة، يقول خط. يقول يوم رحت قال ترى العشاء الليلة وبكرة نرتاح ونتكلم. يقول تعشينا وبيتنا الليلة هناك، ومن بكرة بعد الفطور وحنا نتريق. قال وش العلم يا السمي وش عندك؟ فقلت له ترى جدتي تقول تبيك ضروري. ويوم قلتها نزلت دموعه وجلس يبكي. قلت له وش فيك تبكي يا عم؟ وش فيك يا عم؟ منو انت اللي وش اللي بينك وبين جدتي انت؟ فقال طيب شلون صحتها؟ فيقول فهد الصغير قلت له والله تعبانه لكن تصحى بين وقت ووقت، ويوم صحيت اخر مره قالت ابي فهد الكبير ضروري. فالرجال قال يلا ما في مشكله تحت امرها، توكلنا على الله وخلنا نروح لها. يقول ركبنا مع بعض ووصلنا لبيتنا، ويوم نزل فشاف أبوي وأبوي راح لعنده، وكان بينهم عناق ما يوصف، عناق مليان وجع سنين. فدخلوا عند جدتي وأنا واقف برا، لين نادت جدتي بصوت ضعيف قالت خلوا فهد الصغير يدخل، هذا مرسولي أبيه يكون حاضر. وجابت العيلة وجمعتهم. فيقول دخلت وقلبي يدق بقوة. كانت جدتي طريحة الفراش، ويوم شافت فهد الكبير دخل عليها بكت ومدت يدها وقالت له تعال تعال أبي أبوس راسك، أنا أبي أقبل راسك، توك في العزاء حق زوجك ما كنت تبي تخليه يحب راسك، والحين أنت اللي تبي تبوسي راسه. وش العلم يا جماعة؟ فقال لها يا والده ما يحتاج. قالت لا قسم بالله لا أبوس على راسك، وحلفت إلا تسويها. يقول بعدها باست راسه وقالت له سامحني يا وليدي ترى أنا ظلمتك. قال والله سامحتك والله يحللك ويبيحك، ترى ما أنا والله مسامحك. يقول يوم شفت الموقف رغم إني ما أعرف وش فيه إلا إنه انفجرت دموعي وأنا ما أدري وش القصة، بس الموقف كان يهض القلب. وبعد ما طلعوا جلست أنا وأبوي وذاك الرجال الكبير وولده. قلت يا أبوي خلاص يا أبوي أنت عرفنا منو هذا الرجل؟ فقال لي أبوي هذا عمك، هذا أخوي من أبوي، وجدتك هذه ما هي أمه، هذه زوجة أبوه. وهنا انكشفت الحكاية اللي كانت مدفونة سنين طويلة. فيقول فهد الصغير قال لي أبوي إني عمي أمه توفت وهو صغير، وتزوج أبونا بجدتك، لكن يا ولدي ما كانت تحبه، كرهته من يوم دخل البيت، وبدأت تتهمه وتظلمه لين كبر واتهمته بتهمة فظيعة خلت أبونا يطرده من البيت، وقال له لا عاد أشوف وجهك طول حياتي. ويومها راح وطلع وانقطعت أخباره، والعلاقة بيننا وبينه انقطعت، وصرنا نحسبه أنه هو الغلطان، وفي الحقيقة عمك مظلوم وبريء. سنين طويلة مرت والرجل هذا فهد الكبير عاش الغربة بين الناس، لكن ربي عوضه، فتح له أبواب رزق ما تنتهي،
وصار من أهل الخير والجاه، وبرغم كل اللي صار له ما حمل كره لأحد، وكان يرسل لأبوه المساعدات والهدايا، لكن ما يبي أحد يدري إنها منه. يعطي أبوه لكن ما يعلم إنها من وليده فهد. وكان يتواصل مع أبوي بحكم إنها أصغر عياله، وما قطع وصله، ويدري إن الزمن يمكن يوم يجي ويظهر الحق. ويوم مرضت جدتي وتذكرت ظلمها له، نادته علشان تتسامح منه وتعترف قدام الجميع إنها كانت غلطانة، وإن الشيطان أغواها وهي صغيرة، وإنها تبلت عليه، وإنها ظلمت يتيم ما له ذنب. وساعتها قبل لا تموت برأته من التهمة قدام الكل، واعترفت إنها اتهمته بهتانا وكذبا وظلما. وبعدها رجع فهد الكبير لأهله وأخوانه، وصفت القلوب واجتمعوا من جديد بعد غياب 40 سنة كاملة. كان لقاء مليان دموع، لكن دموع فرح. وفهد الصغير اللي طول عمره يسمع إن اسمه فهد ويتساءل ليش أبوه سماه فهد على هذا الاسم، عرف أخيرا السبب. عرف إنه اسمه تذكار للرجل العظيم، عفى عن ظالمه وغفر لمن أذاه، وكان سبب بعد الله في جمع العائلة من جديد. القصة يا جماعة تعلمنا أن الظلم ما يعيش للأبد، وأن الحق لابد يوم يطلع للنور، وأن التسامح رغم الوجع هو أعظم انتصار ممكن يحققه الإنسان. لكن يا ترى كم من قلوب للحين مكسورة تنتظر كلمة سامحني قبل لا يفوت الأوان؟ وفي نهاية القصة الجميلة رجع، إذا أنت مو مشترك في القناة فحياك الله اشترك ويانا، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى أن تترك لي تعليق، وانتظرونا في قصة جديدة وفيديو جديد. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.